أنك تصغي لما هو قيم أولا ولما هو مفيد وهو بيطور التجربة. تمام. تعرف هلا أنت عم تحكي لي عن 7 نجوم و6 نجوم والتحديات. كمان مو بس موهبتكم ومو بس الراحل هشام شربجي فقط اسهاماته ولا النص، كان في علاقة، كان في حالة من الشغف بهداك التوقيت. ونحن نحكي عن مرحلة التسعينات، كان في هيك علاقة بين الفنانين. حلوة. كان في وشائج. برأيك هي الوشائج لماذا بالتقادم الزمني بلشت تتهاوى وشوية تصير روابط كتير هشة؟ ماذا حدث يا باسم؟ يعني أنتو كان كل هي الحالة الجمعية هي واحدة من الباور الكامل وراء هذا المنجز. لماذا تغيرت هكذا هذه الحالات يعني؟ وقديش بتفتقد له وبتحن له؟ هلأ بشغله اللي هو بعيد عن التاني، وهي المهنة بوقتها كانت محدودة شوي وما كانت تجاربها كتيرة وما كانت تحولت إسا لهذه الصناعة بحجمها الكبير، وما كانت الدراما السورية أصلا طلعت لبرات سوريا وانشغلت برا. كنا نحن نشتغل بسوريا 3-4 أعمال، وكانوا 3-4 أعمال بظروف إنتاج يعني معينة، و3-4 أعمال بنعرفها والناس كلها على احتكاك وتواصل مع بعض البعض. ضلت هذه المسألة لمرحلة كبيرة، فهذا خلق جو من التعاطي كتير إيجابي. لما تحولت لشيء أكبر وامتدت وانتشرت أكبر وطلعت الناس وسافرت وما عادت احتكت وما عادت شافت بعضها إلا بالشغل وإلا ربما هذا الشيء غير. يعني ما عندي إجابات حاسمة أو قاطعة. زائد بقى الأنا المتضخمة عند كلنا. الأنا مطلوب أنها تكون موجودة عند الفنانين، بس أحيانا جزء مننا الأنا صارت واصلة لمرحلة يعني لا تصدق. كمان هذه نقطة تانية، الظروف اللي مرت فيها البلد واللي مرينا فيها كلنا كمان خلقت هو فظيعة. الانقسامات بوجهات النظر وبالآراء وبال هاي كمان ساهمت أكتر وأكتر. تغير شكل الحياة إجمالا، الشكل الاجتماعي، الشكل السياسي، الشكل يعني غير كتير. ما مش بمهنتنا بس بالحياة إجمالا. الأسباب كثيرة يعني. بس هيك النقطة اللي بتخص شوي إنه كنت اللي بيتفرج على 6 نجوم 7 نجوم 8 نجوم كل هي التجارب الجمعية بيلمس بنظرة ثاقبة أن هناك حالة من التنافس الإيجابي بين الأبطال. التنافس الإيجابي اللي ما لا يخبئ وراءه لا إلغاء ولا إقصاء ولا تشويش. الموجع الآن أنه هذا الشكل من المنافسة الإيجابية للأسف صار ياخذ أشكال بعد ذلك، أشكال تتضمن إقصاء وتتضمن إلغاء وتتضمن وهذا الشيء موجع. أنه هي المنافسة اللي كانت محفز تحولت الحقيقة لأنها تزرع بعض الشروخ على المستوى. يعني كنت بتشوف بعمل كوميدي من غير ما أسمي بعد ذلك بسنوات تشعر إنه يا أخي هذا النبض اللي كان يجمع كل هؤلاء مع بعض اختفى. كوميديا بتجمع. هي الكوميديا بتجمع. في أعمال اليوم هي أعمال جنون عظمية أنا بشوفها، أعمال اللي لازم يطلع فيها الواحد مشخص، وهي كرست الدراما، كرست بطريقة ما صحيحة. لكن العمل الكوميدي ما فينك تعمل فيه هذا الكلام. العمل الكوميدي هو ورطة للجميع وفضاح بكل تفاصيله، فضاح أو نقلة للجميع. ما فينك تلعبه فردي. العمل الكوميدي ما فينك تلعبه فردي. وانت شيخ كار بهالقصة، يعني مشتغل كل الأنواع. العمل الكوميدي بيمبون سيرف حلو، في شريك أساسي بنجاحات. وبعدين ما فينك بالعمل الكوميدي ما تكون بمزاج عالي. يعني إذا في تنشن أو نقزة بين طرفين ما بيطلع ولا شيء يضحك. هلا عم نحكي عم نقول مزاجك هو الأساس بانتقال عدوى الضحك والشيء الحلو. ونص هاي الأعمال كانت ارتجال ولحظات حلوة. بعرف كيف فيها لك هلا مثلا 7 نجوم في يا
ويلي ويلي من اللبن أكلي ولا حزي من اللبن لو لفلفوني بالكفن لركض وراهم هدول وين منين كانت هي الطاقة؟ هي شاسي. شاسي هذا يعني بس هذا الطاقة منين ما شغفها هي. حتى لو الراحل هشام، بس هشام انت ما بتقدر تحفر بأرض ما فيها نبع تحت. هذا النبع منين كان يجي يعني؟ صح كان يحرض هشام، لكن كان في مخزون عنكم. تمام. هيك حالي رجعنا للطفولة. رجعت للطفولة. رجعنا كلنا للطفولة. رجعنا تميز بيقول لنا الكوميديا الزحلطة. طيب ما هي اصلا ماشي تزحلطنا، وكوميديا الزحلطة كانت تضحك. بدي الهدف النهائي صحيح. كانت تضحك الناس، تحس بشيء حقيقي. صحيح. هي كوميديا القاع، كوميديا الناس الفقيرة البسطاء البسيطة الموجوعين الموجوعة، وانت بتعبر عن الوجع صحيح بس بشكل بطريقة ساخرة من الوجع، مو بطريقة محزنة وبتقول هذا الوجع ببكي هذا الوجع ببكي، لكن تتناوله من منظور الضحكة من جوا السواد تبع الفقر والبرد والجرابات المبخوشة واللي ما معهم لقمة الأكل واللي كذا. عم تطلع كوميديا بتضحك. هذا أذكى أنواع التعاطي مع المادة الكوميدية. وبنفس الوقت لما بيكون المخرج المنبت والحالة شايفها والبيئة تبعه بتساعده على انه يمسك هالتفاصيل، ونحن كلياتنا شايفين هالقصص ومنعرفها ومنعرف جزء كبير منها، وبتحط لي البرستيج بتصفه هيك على جنب تنفذ عليه، وبترجع بقى لحقيقة الشخص العفوي البسيط اللي بيحكي بدون ما يكون خايف انه حدا يمسكه من كلمة آلة. بيقول وهو مرتاح. بتطلع انت شخص حقيقي. ليش عم لك كنا احرار وقت اشتغلنا الاعمال؟ ما فكرنا بشيء سوى انه نحن نكون